الحركة اللي أطلقت هذا الاسم أو أطلقت هذا الشعار في شهر رمضان، وهو شعار أخويا المسلم عايز أقول لك إني بحبك، بتقوم بمبادرة دلوقتي لتوزيع الشنط الرمضانية فيها مجموعة من السلع التموينية المهمة على الفقراء. زي ما قلت لحضراتكم، سواء الفقراء هم مسلمين أو الفقراء من المسيحيين، المهم إن هم من فقراء المصريين. هم مجموعة من الأولاد والبنات اللي قرروا إن هم يعملوا هذه المبادرة علشان يأكدوا من خلال تحركات عملية على الأرض، مش مجرد بس شعارات وكلام وتويتات وستيتس على الفيسبوك، لا، من خلال تحرك حقيقي على الأرض، إنه الحقيقة الواقع على الأرض إن المصريين كلهم مسلمين ومسيحيين معشقين في بعض، وإن اللي بيحصل من آن لآخر هي بتكون مجرد سحابات صيف. خلينا نرحب بأحد المسؤولين عن هذه الحركة. معانا في الاستوديو سامح صبري، هو مؤسس حركة عايز أقول لك إني بحبك. سامح، صباح الخير. صباح الفل. مبادرة جميلة جدا في شهر رمضان، قول لي إيه اللي خلاك تفكروا إن أنتوا يعني تمدوا هذه المبادرة في هذا الوقت؟ كلها طيب. حابب بس قبل يعني عشان أجيب على هذا السؤال هشارك حضرتك بنص من الإنجيل المقدس. اتفضل. قصة حكاها سيدنا المسيح. اتفضل. تفسر يعني الدافع اللي خلانا نعمل كده في شهر رمضان الكريم. حكى سيدنا المسيح قصة بيقول: قام أحد علماء الشريعة فقال لسيدنا المسيح، فقال له ليحرجه: يا معلم، ماذا أعمل حتى أرث الحياة الأبدية؟ فأجابه يسوع اللي هو سيدنا المسيح، فأجابه يسوع: ماذا تقول الشريعة وكيف تفسر الشريعة؟ فقال الرجل: أحب الرب إلهك بكل قلبك وبكل نفسك وبكل قوتك وبكل فكرك، وأحب قريبك مثل نفسك. فقال له سيدنا المسيح، قال له: بالصواب أجبت، أنت كده أجبت الإجابة الصحيحة. المشكلة أن هذا الرجل كان رجل متعصب، فحب يحرج سيدنا المسيح مرة تاني، فسأله قال له إيه؟ فقال لسيدنا المسيح: ومن هو قريبي؟ كان يتوقع هذا الرجل أن سيدنا المسيح هيجاوب يقول له: قريبك اللي من دينك. لكن سيدنا المسيح جاوب على هذا الرجل المتعصب بإجابة مختلفة خالص. قال له إيه؟ فأجابه وقال له: كان رجل نازلا من أورشليم أي القدس إلى أريحة، فوقع هذا الرجل كان يهودي، فوقع هذا الرجل بين اللصوص فعروه وضربوه، ثم تركوه بين حي وميت. واتفق أن كاهنا، رجل دين يهودي، نزل في تلك الطريق، فلما رآه مال عنه ومشى في طريقه. وكذلك أحد اللويين وهو أيضا رجل دين يهودي جاء إلى المكان فرآه فمال عنه ومشى في طريقه. ولكن سامريا، والسامريين دول بقى كانوا مختلفين في الدين والعقيدة والملة زي إسرائيل وفلسطين كده ده رجل أجنبي مختلف، ولكن سامريا مسافرا مر به، فلما رآه هذا الأجنبي بقى اللي مش من دينه، فلما رآه أشفق عليه واقترب منه وسكب زيتا على جراحه وضمدها، ثم حمله على دابته وجاء به إلى فندق واعتنى بأمره. وفي الغد أخرج السامري دينارين ودفعهما إلى صاحب الفندق وقال له: اعتني بأمره، ومهما أنفقت زيادة على ذلك فأوفيك عند عودتي. وهنا سأل سيدنا المسيح هذا الرجل وقال له: فأي واحد من هؤلاء الثلاثة كان في رأيك قريب للذي وقع بأيدي اللصوص، للرجل المعتدى عليه؟ فأجابه معلم الشريعة الذي عامله بالرحمة. فقال له سيدنا المسيح: اذهب أنت أيضا واعمل هكذا. احنا عايزين نقدم مفهوم القريب. هل القريب هو اللي من ديني؟ هل القريب هو اللي من بلدي؟ هل الشخص اللي أعمل معاه حاجة كويسة هو الشخص اللي بيتفق معايا في رأيي؟ هل هو ده القريب؟ الأمر هنا، الأمر في القصة دي كان مختلف. هذا الرجل كان رجل أجنبي مظبوط، لكن لما لقى شخص محتاج للمساعدة ساعده في الوقت اللي فيه الناس اللي بيتفقوا معاه في العقيدة وفي الدين وفي الجنس وفي البلد لم يعيروه أي اهتمام، وكل واحد كان مشغول وراح يقضي مصالحه. بس سامح، دايما بيكون هناك حافز، وممكن تكون الحافز ده مشهد انت شفته او حاجة انت سمعتها، وقررت انت وزملائك في هذه الحملة ان احنا عايزين نعمل حاجة. احنا قعدتنا كده او متابعتنا للموقف مش هتقدم ولا تأخر. كان ايه المشهد او الموقف اللي انت قررت بعديه انت والزملاء في الحملة ان انتوا تعملوا حاجة؟ انا هحكي لحضرتك قصة أسطورية دي بتشكل وجداني. القصة دي بتقول انه في عمدة ظالم في قرية،
العمدة دوت قتل طفل من أطفال القرية، وقرر وبعد حادثة قتل الطفل دوت الكيل فاض بأهل بالناس. القرية كلهم، فقرروا إن هم يقتلوا العمدة الظالم ده. جمعوا بعضهم وعملوا ثورة، أخذوا مشاعل وأسلحة وتوجهوا لبيت العمدة وهم عمالين يهتفوا: الموت للعمدة، الموت للظالم، الموت للعمدة، الموت للظالم. وهم في سكتهم ومقررين يحرقوا بيت العمدة ويقتلوه. قابلهم حكيم القرية. هذا الحكيم كان يمتلك كلمات السماء، ولما شاف أهل القرية بالشكل ده وقف قصادهم وقال لهم: إحنا فعلا محتاجين لثورة. فلما سمعوا إن حكيم القرية موافق على كده بدأت هتافاتهم تزيد: الموت للعمدة، الموت للظالم. قال لهم: إحنا محتاجين لثورة، بس ثورة مختلفة. ما تيجي نغير الشعار، ما تيجي نختار طريق مختلف، ما تيجي بدل ما نهتف كلنا. هم كانوا شايلين الطفل الميت على أكتافهم. قال لهم: طب ما تيجوا بدل ما نهتف كلنا ونقول الموت للعمدة، الموت للظالم، نهتف نقول الله محبة. اقتنع أهل القرية وهتفوا كلهم بالمشهد ده وقالوا الله محبة، وكانت النتيجة إن هذا الطفل قام من الموت. طيب احنا شايفين دلوقتي سامح بعض الفعاليات اللي انتوا بتعملوها في الشارع، كلمنا على الفعالية دي ايه يا سامح؟ احنا كنا في عيد الأضحى اللي فات. كويس. ويعني أخدنا اللافتات بتاعتنا زي ما حضرتك شايف، واتجمعنا كشباب مسيحي، تقريبا كان عددنا حوالي 50 أو 60. وقفنا في ميدان صلاح الدين، ده كان شبرا تقريبا. تمام. وقفنا في دوران شبرا. الناس كان رد فعلها ايه؟ كانت مستغرباكوا ولا جت وقفت معاكوا؟ الناس جت وقفت معانا وكانت مرحبه جدا. في ناس كانت بتجيب لنا كنزات حاجه ساقعه في الشارع، وناس كانت بتسلم علينا، وناس كانت بتبكي، وناس كانت بتقول لنا وناس كنا حاسين انهم واقفين، لان ده كان برضو يعني في وقت حرج قوي قوي قوي، والشارع متوتر جدا. والمسيحيين طبعا بتطلع عليهم بقى اشاعات: ده هم اللي عملوا 30/6، ده هم حاجات زي كده يعني. فكانت في ناس بتقف مسلمين عشان يحمونا في المكان اللي احنا فيه. بتعملوا ايه غير الحملات دي؟ يعني احنا عرفنا طبعا ان انتوا بتعملوا شنط رمضان. ايوه. شنط رمضان دي بتوزعوها على المسلمين ولا المسلمين والمسيحيين؟ لا، شنط رمضان بنوزعها على المسلمين بس. كويس. ولا نقبل فيها اي تبرع من احبائنا المسلمين، لان هم المهدى ليهم هذه الهديه، فما يصحش ان هم يشاركوا في ثمنها يعني. فبالتالي بتجمعوا من كل الناس اللي حواليكم مسيحيين القيمه بتاعت شنط رمضان. يعني في ناس بتجيب لنا سلع، يعني سلع عينيه، وفي ناس بتتبرع بفلوس. طبعا بيكونوا الناس اللي بتثق فينا طبعا. من اصدقائنا، من اقاربنا، من المتعاطفين مع الحركه او الفكره او كده. طيب لما بتروحوا بقى وتدوا الشنط دي للناس وانتوا عندكم الشعار ده ان الله محبه، وانه انا عايز اقول لك ان انا بحبك، بيبقى ايه رد فعل الناس اللي بتاخد الشنط دي؟ بيستغربوا ويكشوا كده ولا لا هم مركزين على المصلحه؟ لا هم مش مركزين على المصلحه خالص، لكن هم بيبقوا فرحانين قوي قوي. في ناس بتبكي، في ناس دموعها بتنزل، في ناس بتقعد: طب اتفضلوا، طب اقعدوا. يعني بتحصل حاجات جميله قوي قوي في المشاهد ديت يعني. انا بس حابب احكي لحضرتك، يمكن لو بتكلم عن الدافع اللي بيخلينا نعمل كده، انا بتاع قصص شويه. اتفضل. هحكي لحضرتك حاجه حصلت مع اسرتنا احنا شخصيا من تقريبا من 30 سنه بيتنا وقع. ففي جيران جنبنا مسلمين، المرحوم الحاج فاروق وربنا يديها الصحه الحاجه نظيره. عايز اقول انه احنا اسره كبيره العدد، كان وقتنا يعني وقتها 9 اشخاص، 9 افراد. استضافونا علشان نصلح البيت او علشان نبني البيت مره تاني. مش يوم ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا اسبوع ولا 2، لكن استضافونا 3 شهور. هم سابوا لنا البيت خالص. هم كانوا عرايس جداد. كويس. فراحوا قعدوا عند اهلهم. حقيقي دي مش اسطوره، اللي فاتت كانت اسطوره. تمام. بس دي كانت حقيقه. سابوا لنا فرشهم ودواليبهم وكل حاجه، وكانوا بس مجرد بيجوا محتاجين حاجه في حاجه او الكلام ده، او ساعات كانوا بيقعدوا يوم او كده ويمشوا تاني لحد بعد 3 شهور لحد ما صلحنا البيت. الحاجه نظيره هي امي الثانيه. امي بقى قربت تكتب القصه ديت على الحيطه. احنا تقريبا الجيران الوحيدين من المسيحيين والمسلمين في المكان اللي بيتزاور او بيود الاسره دي. عايزه اقول ان هذه الاسره المسلمه قدمت تفسير لبعض الايات المسيحيه اللي موجوده في انجيل سيدنا المسيح. يعني مثلا لما حضرتك تسمع ايه بتقول: لا نحب بالكلام
ولا باللسان بل بالعمل والحق. لما في آية بتقول كما أن الجسد بدون روح ميت هكذا الإيمان أيضا بدون أعمال ميت. لما تسمع آية بتقول كونوا عاملين بالكلمة اللي هي كلمة الله لا سامعين فقط خادعين أنفسكم. يعني التجربة دي يا سامح اللي هي تجربة جيرانكم اللي سابوا لكم البيت من 30 سنة، من 30 سنة انت لسه فاكر التجربة دي ولسه كمان شغال على أساس التجربة دي لغاية دلوقتي. أنا عايز أقول إن دي محفورة في كياننا، في كيان أسرتك، أمي، في كيان إخواتي، في كياني. إحنا لا ننسى هذا. هل أنتوا كنتوا في الشارع عندكم كنتوا علاقتكم بهذه الأسرة اللي كانت ساكنة جنبكم وسابت لكم البيت لما أنتوا كنتوا في أزمة كانت حاجة غير معتادة، ولا ده زي ما تقول كان بيحصل في الشارع بشكل أقل ممكن، ولكن ده كان زي ما تقول كده إيه ذروة تمثيل العلاقة ما بينكم وما بينهم؟ طول عمرنا يعني أنا حسب ما أمي بتحكي، طبعا كنت ساعتها لسه طفل صغير يعني، إخواتي كانوا كبار شوية، لكن حسب ما يعني ما أمي بتحكي بتقول إنه العلاقات كانت جيدة جدا وكانت رائعة جدا وكانت البيوت مفتوحة على بعض. بس وقت الأزمات عرفنا الأمور ممكن توصل لحد فين. يعني احنا دايما نردد انه ان احنا بنجيب لبعض لما بنطبخ اكل معين بنجيب طبق للجيران بتوعنا، احنا بنعيد على بعض احنا، ولكن هل ممكن تستضيفني في بيتك لمده 3 شهور؟ هل ممكن كتير برضه، مش حاجه صغيره. هل ممكن تسيب البيت بتاعك؟ يعني عايز اقول لك في حكمه كده بتقول الاخ للشده يولد، رب اخ لم تلده امك. يعني سامح، ايه اللي انتوا عايزين تعملوه في الفتره الجايه في هذه الحمله على وجه التحديد؟ احنا عايزين نقدم محبه عمليه، مش عايزين نقدم محبه بالشعارات، مش عايزين نقدم محبه بالكلام. اسرائيل لما جت في وقت معين قبل حرب 73 كانت بتعتقد ان مصر محتاجه انها تمتلك القنبله النوويه علشان تهد خط بارليف. بس مصر ما كانتش محتاجه تمتلك القنبله النوويه، مصر كانت محتاجه تمتلك خراطيم ميه. مظبوط. اوكي، مظبوط. انتوا عايزين تقدموا محبه بشكل عملي في المجتمع الفتره الجايه. احنا تصورنا انه جبال الاختلافات اللي بين الناس في مصر مش هيهدها العناد وكل واحد بيقول معاه حق لكن هناك طريق آخر، هناك حل آخر، هناك سكة بديلة لكل هذه الصراعات. سامح صبري، مؤسس حركة عايز أقول لك إني بحبك، بشكرك على وجودك معنا النهاردة. بشكرك جدا. نتمنى لكم كل التوفيق في هذه الحملة. كل سنة عايز بس أوجه رسالة لأحبائي المسلمين. اتفضل. كل سنة وأنتم طيبين، أنتوا العشرة، أنتوا الجيرة، أنتوا الصداقة الجميلة، أنتوا التاريخ، أنتوا المصير، أنتوا اللي شاركتونا في ماضينا وحاضرنا، وأنتوا اللي مشاركينا في مستقبلنا. بنحبكم، هنفضل نحبكم. اوعوا حد يضحك عليكم ويقول لكم المسيحيين مش بيحبوكوا. أنا عارف إنه دي قلة، بس اوعى حد يعمل كده. إحنا بنحبكم، ده قرارنا، ده اختيارنا.